بسم الله الرحمن الرحيم، ازيكم يا اصدقائي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. احنا حاليا بنحاول نعمل ملخص سريع كده للاحداث اللي حصلت خلال الفتره في 2024 وايه اللي هيحصل خلال 2025 مع بعض. طبعا في 2024 كان من اهم الادراكات عندنا هو كان بوت دوجز وعملة نوت. دول كانوا أهم حاجة عندنا خلال الفترة اللي فاتت. جه بعديهم ميجر. الناس طبعا، الناس اللي كانت دافعة فلوس في بوت ميجر أخدت مبالغ عبيطة، تقريبا 4 اكس من اللي هم دفعوه. ونفس الكلام بالنسبة لكادز، كانوا سيئين للمجتمع لكن كانوا كويسين للناس اللي كانت بتستثمر فيهم فعلا. احنا حاليا هنبدأ بقى نتكلم على ايه البوتات اللي هنقدر اللي هي هتعمل ادراج خلال الايام اللي جايه، وايه اللي هيعمل ادراج في ايه اول 2025 في شهر واحد. ويلا بينا نتابع مع بعض. معاكم قناتكم قناة كريبتو فرانكو. لازم تدوس لايك، تكسر زرار لايك عشان تشجعني تخليني اقدر اكمل سلسلة الفيديوهات اللي انا بعملها لكم دي. وطبعا اللي لسه مشتركش في القناه يشترك، وهسيب لكم لينك قناه التليجرام، لازم تبقوا معانا هناك. عليكم يلا بينا نبدا. معانا بوت او جي سي. بوت او جي سي طبعا احنا كلنا اللي اشتغلوا معايا عليه من زمان، اللي كانوا معايا من زمان. هو البوت قفل تعدين عملات او جي سي من شهر 9 اللي فات. آم، طبعا اللي احنا بنجمعه حاليا هي نقط. النقط دي مجرد بس بتعمل بتظبط الترتيب بتاعك جوه البوت، وعلى اساسه بتبدا تاخد مكافآت. احنا مش مهتمين قوي بالنقط، احنا كان كل اللي يهمنا بس هي ايه العملات اللي احنا عدلناها في الاول. فاو جي سي اعلن ان هو هيبقى الادراج بتاعه ان شاء الله يوم 30 على منصه بيت جيت وعلى منصه ميكس. طيب السحب ازاي؟ السحب على بيت جيت فقط لغايه دلوقتي، هم ما اعلنوش ان هيبقى في سحب على حاجه تانية. هو ما فيش سحب على المحافظ، بس هي عمله قويه جدا. سعرها وصل في البري ماركت على بيت جيت ل 80 سنت و90 سنت. فيعني انا اتوقع ان شاء الله ان هي تكون عمله قويه جدا باذن الله. طيب عندنا ايه تاني؟ عندنا عمله ريمينيت. ريمينيت قالت ان هي هتعمل الليستنج بتاعها يوم 30 واحد 30 31 12 ان شاء الله. وهيبقى السحب بتاع العملات للمجتمع بعد الادراج بشهر عشان يحافظ على سعر العمله للناس اللي اشترت العمله اوريدي. طيب وده انا شايف ان هو شيء ايجابي جدا وهيحافظ على سعر العمله فعلا. يعني احنا خلال بعد ما نيجي ان شاء الله نسحب عملاتنا يوم 30 واحد هنلاقي ان العمله سعرها مستقر. دي حاجه. تاني حاجه ان انت هتلاقي سعر العمله مش واقع، هيبقى ده شيء كويس جدا. طبعا هيبقى الادراج بتاعها على كل المنصات الكلاس ايه اللي هي باينانس وبيت جيت سوري، باينانس وباي بيت واوكي اكس. عندنا ايه تاني؟ عندنا عملة نوت بيكسل. نوت بيكسل احنا طبعا الحمد لله خلصنا منها بعد ما سحبت دم قلبنا كله. الحمد لله يوم 20 اللي فات. هي طبعا لغايه دلوقتي ما اعلنتش على ميعاد محدد للادراج، بس احنا بنتوقع ان هو ان شاء الله هيكون في اول 10 ايام في شهر واحد بالكتير. ده يعني لو ما فاجئوناش وقالوا لنا ان الليستنج بتاعنا هيبقى مثلا يوم راس السنه. هم قالوا ان ما فيش غير 650 الف بس هم اللي تم تحققوا منهم في الكبشه. كلمه السر اللي هم يعني ابتدعوها علشان يمنعوا البوتات. طبعا 650 الف ده رقم صغير جدا. رغم ان هم عدد العملات اللي هم هيصدروها هيبقى كبير مش صغير. بس 650 ألف ده معناه إن في عدد كبير جدا من العملات هيتحرق. فكده هيبقى في الغالب إن شاء الله التوزيع واحد لواحد. يعني العدد العملات اللي عندك في البوت حاليا هي دي اللي أنت هتاخدها. ده شيء كويس مش وحش، بس يعني ما تحطش أمل كبير في سعر العملة. طيب إيه كمان؟ طبعًا يعني أنا شخصيًا بافضّل إن عملة بيكسل مش هتمسك سعر كتير. فإحنا مجرّد ما هي تُدرج إن شاء الله إحنا هنبيعها على طول، وممكن نشتري بيها لو استمر السوق كده، نقدر نشتري بيها عملات تانية أحسن. يعني ويُفضّل تكون عملات رئيسية مثلًا زي عملة التون. لو هي في الفترة اللي إحنا إن شاء الله هنبيع فيها لسه سعرها في الrange المتناول اللي هو $5، $5.20 سنت، $5.30 سنت، نقدر نشتريها طبعًا، لإن إحنا هنحتاجها كتير بعد كده. طيب عندنا إيه تاني؟ عندنا بوت باو. بوت باو لغاية دلوقتي ما أعلنش هو حتى هيدرج على شبكة إيه، بس هو قال إن السناب شوت بتاعه يوم 30،
واحنا النهارده خلاص 27، فالسناب شوت يوم 30. طب الادراك بتاعه امتى؟ انا اتوقع ان هو هيكون في اول 15 يوم من شهر واحد. طبعا ده شيء مش اكيد، بس يعني بنسبه كبيره ان شاء الله هيكون كده. وانا اتوقع ان سعر عمله باو هيبقى قريب جدا من سعر عمله دوجز، مش هيبقى بعيد عنها. تاني حاجه عندنا بوت راتس او رات كيندم. هو قال ان السناب شوت بتاعه يوم 10 واحد، وهو عمال يأجل بقاله فترة كبيرة. ف ودي تالت سناب شوت ياخدها. آم، يعني انا لغايه دلوقتي مش واثق في البوت اصلا، بس يعني احنا مش ما خسرناش حاجه لغايه دلوقتي. آه، ان شاء الله هو السناب شوت بتاعه يوم 10 واحد، هنشوف هياخد السناب شوت ويقول لي الليستنج بتاعه امتى. انا شخصيا مثلا من العملات اللي فاجئتني كانت عمله جوت. لقيتها ادرجت بسعر صغير بس ارتفعت بشكل غريب بعد كده، وده شيء كان غريب بالنسبه لي بصراحه. بس كان التوزيع بتاعها مش حلو قوي، بس حاجه جت من الهوا يعني. عندنا ايه تاني؟ عندنا طبعا بود فارتس بسم الله ما شاء الله. البري ماركت بتاعه عامل سعر حلو جدا. الادراج هم اعلنوا الادراج بتاعه هيبقى يوم 12. يعني هنلاقي ان بداوا يقولوا على المنصات اللي احنا هنقدر نسحب عليها، طبعا اللي هي برضه هيبقى من ضمنها بيتجت. يوم 10 مثلا. يعني ان شاء الله ربنا يسهل، بس انا ما اعرفش لسه التوزيع هيبقى عامل ازاي. ما اعتقدش ان هو هيبقى واحد لواحد، ممكن يطيروا صفر مثلا. بس يعني ربنا يسهل ان شاء الله ويطلع نستفيد من البوت ده كويس. يعني هو انا اعتقد ان شاء الله ان هو هيبقى بوت كويس بالنسبه لنا ان شاء الله. وبرضو من العملات اللي انا متوقع ان هي هتكون كويسه مش وحشه خالص، عمله سيد. طبعا هم فاجئونا بان هم اجلوا الادراج، بس انا شايف ان ده تيم ذكي، تيم مش غبي خالص. هو عارف ان الفتره دي فتره ركود للعملات، فهو لو عمل ادراج دلوقتي هيبقى سعر العمله هيقع منه بسرعه. يعني حتى رغم ان سون عمل قفزه بعد الادراج، بس رجع تاني نزل لثلاث اصفار اتنين ولسه بينزل، فمش احسن وقت للادراج فعلا دلوقتي. فانا شايف ان هو عشان يحافظ على العمله بتاعته اجل الادراج، وده شيء مش وحش. ده شيء كويس، واحنا في خلال الفتره دي هنحاول نزود عدد العملات اللي معانا على قد ما نقدر. عندنا كمان بوت تونكابي. تونكابي انا كنت اعلنت عنه عندنا في القناه. هو يعني احنا البوت مش بذلناش فيه مجهود تقريبا. هو قال ان هو هيعمل ادراج في 12 منصه. هو اعلن لغايه دلوقتي عن حوالي 6 او 7 منصات، كلهم من الدرجه الثانيه والثالثه. ما في منهم واحده من الدرجه الاولى. بس يعني في الاخر هي عمله احنا ما تعبناش فيها، واللي يجي منها كويس يعني ايا كان هو ايه. مش كتير بس هيبقى كويس مش وحش. البوت المنسي اللي احنا ما نعرفش عنه حاجه بقاله كتير، وهو كل شويه عمال يقول كلام ويسكت. الحمد لله اخيرا اعلن ان هو هيعمل الليستنج بتاعه يوم 23 واحد. بوت تاب سواب اخيرا اعلن ان هو هيعمل الادراج يوم 23 واحد. ده يعني انا مش متوقع ان هو هيعمل آم، ارباح كويسه قوي، بس يعني احنا كده كده بوت شغالين عليه من زمان. فيعني لازم ما نسيبوش دلوقتي، هنخلص وناخد منه اللي هيدوه وخلاص. عملة دبليو كوين، طبعا عملة دبليو كوين بعد ما هو عمال يأجل بقاله شهرين، برضو أعلن إن هو هيعمل إدراج يوم 25 واحد. طبعا نتيجة إن كان في ناس عملت ثغرة في الوي جالاكسي، ونتيجة إن كان في ثغرة قبل كده للعملات وناس معاها مليارات. فأنا ما أعتقدش قوي إن هو هيحاسب على العملات. هو في الغالب هيحاسب على ال WEI، وهتبقى العملات يعني نسبة ثابتة تقريبا عند كل الناس. طيب يعني متوقع ان هو هيدينا مبالغ كويسة. الناس اللي معاها ارقام كويسة في ال WEI اعتقد ان هو هيديكم ارقام كويسة. الناس اللي معهاش ارقام كويسة في ال WEI ما اظنش قوي، بس ان شاء الله خير. يعني انا متفائل بدبليو كوين خير ان شاء الله، مش وحش. هيبقى سعره، وربنا يسهل ان شاء الله. طيب عندنا حاجه كمان، عندنا بوتزو اللي فاجئنا ان هو قال ان هو هيبقى اخر يوم للتعدين في يوم 31 واحد. طبعا ده مش هيبقى وقت لا تي جي اي ولا ادراج، بس طبعا هو مجرد ان هو ما قعدش اكتر من شهر ونص تقريبا، فده حاجه كويسه جدا. ويعني مش بيبذل مننا مجهود غير ان احنا كل اللي احنا بنعمله ان احنا بنفتح نحط الفزوره بتاعت كل يوم ونقفل وخلاص. وهو حتى مش محتاج مننا ان احنا نفتح كل عدد ساعات. طيب تيجي بقى نتكلم على الحاجات اللي لسه ما اعلنتش ادراجها، بس هي متوقعه ان هي تدرج خلال الفتره الجايه.
عندنا بوت بومبي كان قال ان هو المفروض هيدرج في اخر ربع من السنه او اخر شهر من السنه، مع السيريز بتاع كاتزن اللي هي خلصت امبارح. طيب بومبي ما ادركش فعلا، لان هو شايف فعلا ان السوق واقع، وده تيم برضه ذكي، فهو مش حابب ان هو يوقع عملته، فهو بيحاول ان هو يأجل، حتى راح جاي منزل ايفنت كده صغير وشويه تحديثات. فانا اتوقع ان هو قال ان في البوت الجديد اللي احنا نزلناه امبارح اللي هو كاتي او كاتي. البوت ده احنا اعلنا عنه امبارح ونزلناه في القناه بتاعتنا. طبعا البوت ده تابع برضه الكرو بتاع كاتزن. فهو بالتالي المفروض نزل تجريبي لمده اسبوع. اعتقد ان هو خلال الاسبوع ده بوت بومبي هيعلن ان هو هيقفل مثلا بعد اسبوع او بعد 10 ايام، ويبدا مرحله التي جي اي والادراك. اخر حاجه معانا، لا مش اخر حاجه معانا، لسه معانا كلايتون. كلايتون طبعا هو ما اعلنش عن ميعاد، بس انا اعتقد ان هو هيبقى في الشهر الجاي برضو. كلايتون مدعوم من التيم بتاع عملة تون نفسها، والدليل على كده ان هو كان داخل على منصة ايرن. اعتقد ان هو هيبقى بوت كويس، وسعر العملة بتاعته هيكون احسن من بيكسل بكتير. ميعاد الادراك بتاعه انا اعتقد الشهر الجاي، ممكن في نصه او في اخره. طيب عندنا ايه تاني؟ عندنا بلام اللي هي عندنا فيها علامة استفهام كبيرة جدا. محدش فاهم هي بتعمل ايه كل ده. اغلبنا زهق. بس هي في فرصة حاليا، اللي معاه تذاكر يخلصها. انا كنت سبت لكم طريقة تقدر تخلص بيها التذاكر بتاعتك بسهولة. حاول ان انت تخلص التذاكر اللي معاك كلها. هتستفيد كتير بالايفنت اللي موجود دلوقتي. آم، يعني انا اعتقد ان هو قال ان هيبقى دي المرحله الثانيه هتبدا قريب. فيعني طالما المرحله الثانيه هتبدا قريب، طب اكيد اقفل المرحله الاولى اول. فهل هو هيحط لنا اوبشن ان احنا نبيع العملات بتاعتنا دي لاشخاص تانيين جوه المرحله الثانيه، او هيعمل ليستنج؟ هنشوف مع بعض ان شاء الله. بس يعني انا ما اظنش ان هو هيعمل ليستنج دلوقتي، هو بيلعبنا فعليا، هو بيلعبنا. تيم ذكي، وبيحاول ان هو يحافظ على البوت بتاعه شغال اطول فتره ممكنه عشان المين باد اللي هو عملها. بصراحه هو بيلعبني. طيب اخر حاجه هنتكلم عليها النهارده هي داكت شين. داكت شين كانت اعلنت برضو ان هي هيبقى التي جي اي بتاعها في شهر واحد، بس هي ما اعلنتش اي حاجه تاني من ساعتها. فاحنا في انتظار نشوف هي هتعمل ايه. وبكده يا اصدقائي اكون خلصت فيديو سريع. طبعا هو مش سريع، احنا وصلنا ل 12 دقيقه. بس يعني كان لازم نتكلم على الحاجات دي. وان شاء الله على اول السنه هعمل ابديت لليسته البوتات اللي عندنا في القناه. ولو عندكم اي استفسارات، اي طلبات، يا ريت تقولوا لي في الكومنتات او اطلبوها مني على الجروب. انا موجود معاكم على طول. يا ريت تعملوا لي لايك وفولو للقناه، وهسيب لكم لينك قناه التليجرام تحت. لازم تبقوا معانا هناك. بنعمل حاجات كتير جدا هناك مع بعض. هتبقوا متابعين كل الاحداث وكل الاخبار اول باول فور صدورها. اشوفكم بخير.